كل سنة بيجي العيد ومعاه نفس الهاجس. آلاف الرياضيين بيحسوا إن فورمتهم اللي تعبوا فيها شهور بتضيع في كام يوم. بس تفتكروا دي الحقيقة؟ الغريب بقى إن العيد نفسه ممكن يكون أقوى وأعظم فرصة لبناء العضلات، ده لو فهمنا السر بس. في الشرح بتاعنا النهاردة هنمسك أكبر خرافة في عالم الفتنس ونفكها حتة حتة. كل عيد أضحى بنشوف رعب حقيقي بيسيطر على أي حد مهتم بالفورمة واللياقة. الفكرة اللي واخدة عقلنا كلنا إن الوجبات الدسمة وتجمعات العيلة واللحمة بتعتبر إعلان رسمي لنهاية العضلات وفترة التنشيف اللي شقينا فيها. فكرة إن المجهود الجبار ده كله هيتبخر لمجرد إننا هنشارك في احتفالات العيد وتفاصيله. بس خلونا نحط القاعدة دي قدام عينينا ونركز فيها كويس جدا. العيد عمره ما كان بيدمر الفورمة. على فكرة العكس هو الصحيح تماما. الأيام دي بتعتبر أعظم فرصة بيولوجية جسمنا ممكن يستغلها للتعافي وبناء الألياف العضلية بشكل مضاعف وما تتخيلوش سرعته. نرجع بالزمن شوية. زمان اللحمة دي ما كانتش مجرد طبق بيتحط على السفرة، دي كانت رمز للقوة، مصدر طاقة جبار للمحاربين والناس اللي شغلها بيحتاج مجهود خرافي. الفرق الجوهري إن الوجبة دي زمان كانت حرفياً وقود للحركة والمجهود، مش إشارة للانتخاء والكسل زي ما بيحصل معانا دلوقتي. وحتى لو ركزنا في الفتة، الاسم نفسه جاي من الفعل العربي فتت، يعني كسر أو قطع حتت صغيرة. الأكلة دي على مر التاريخ ما كانتش مجرد سد جوع، دي قنبلة طاقة طبيعية متكاملة. شوية عيش مقرمش على شوربة لحم دسمة مع الرز، تركيبة تاريخية اتعملت مخصوص عشان تدي طاقة مهولة وتبني أجسام قوية، مش خالص عشان تخلينا ضحايا للخمول وننام على الكنبة. يعني المشكلة عمرها ما كانت في اللحمة نفسها. الجناه الحقيقيين في القصة دي هم إيه؟ الخمول التام اللي بنعيش فيه، كمية السكر المرعبة اللي في الحلويات، والكارثة الأكبر النوم فوراً بعد الأكل. هي دي الحاجات اللي بتدمر الفورمة بجد، مش طبق الفتة. ندخل بقى في الجد. إيه هو علم تعافي العضلات وإيه حكاية القوة الحيوية اللي جوه اللحمة؟ أي تمرين قاسي بنعمله في الجيم بيعمل حالة علمية بنسميها التلف العضلي الناتج عن التمرين، أو ال EIMD. القصة بتبدأ بتمزقات دقيقة جدا في الألياف العضلية من كتر شيل الأوزان التقيلة، وبعدها بيحصل التهاب وإجهاد تأكسدي. هنا بقى عشان العضلات دي تخف وتتبني من جديد وتبقى أضخم، جسمنا بيكون محتاج جزيئات معينة نشطة حيويا، مش مجرد أي أكل وخلاص عشان نسد بيه جوعنا. التفاصيل دي بتوضح الكنز الحقيقي اللي مستخبي جوه اللحمة. بنتكلم عن عناصر زي التورين اللي بيعتبر مضاد جبار للالتهابات والأكسدة، وعندنا الكارنيتين اللي بيولد طاقة رهيبة جوه الخلايا نفسها، ده غير طبعا الكرياتين الطبيعي اللي كلنا عارفينه واللي بينظم الطاقة وبيزود قوة التحمل لأقصى درجة، وطبعا الجلوتاسيون اللي بينقي الجسم من السموم. دي يا جماعة مش مجرد مكونات غذائية عادية، دي حرفيا أسلحة بيولوجية بتدخل تعالج تلف العضلات بشكل مباشر وسريع. والكلام ده على فكرة مش مجرد تحفيز قبل التمرين، ده علم موثق. الأبحاث اللي اتنشرت في الدورية الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة بتؤكد بشكل قاطع إن استهلاكنا للجزيئات دي من اللحوم بيعتبر استراتيجية علمية مثبتة عشان نحافظ على قوة خلايا الجسم وقت الإجهاد الفسيولوجي العنيف. وخلونا نبروز الرقم ده كويس قوي. كل 100 جرام لحمة بتدينا حوالي 20 جرام صافي من البروتين عالي الجودة. دي اللبنات الأساسية والماتيريال اللي الجسم محتاجها جدا عشان يسرع عملية تخليق البروتين العضلي ويبني ألياف جديدة حجمها أكبر وقوتها أعلى بعد أي تمرينة طحن. والموضوع مش بيقف عند البروتين وبس. اللحمة الحمراء بتاعت العيد دي سواء كانت ضاني أو بقري مليانة مغذيات دقيقة نقدر نقول عليها سحرية. فيها حديد ممتاز عشان ينقل الأكسجين في الدم بكفاءة، وإنزيم الكوكيوتان المساعد في إنتاج طاقة الخلايا، وطبعاً زنك أساسي جداً لإصلاح الأنسجة، ده غير مجموعة فيتامينات ب. تركيبة متكاملة بتطرد التعب وتخلي الأداء الرياضي في أعلى ليفل. ودي مش نظرية، دي حقيقة العلم بيأكدها مرة ورا التانية. الدراسات الموثقة في مجلات MDPI العالمية بتسلط الضوء على اللحمة باعتبارها غذاء وظيفي متكامل للرياضيين. وده بيثبت لنا إن الدايت الطبيعي اللي فيه اللحوم هو أقوى مضاد للالتهابات الحادة اللي بتحصل بعد التمارين الشاقة، وساعات كتير كمان بيتفوق على المكملات الصناعية الغالية. زي ما الأبحاث بتقول بالنص، بروتينات اللحوم فيها أحماض أمينية متوازنة بتساعد بقوة في بناء وتصليح الأنسجة المتضررة. الفكرة كلها إننا لما نستخدم البروتين ده بذكاء، ده بيحطنا إحنا في مركز التحكم، بيخلينا نستفيد أقصى استفادة من طقوس العيد بدل ما نفضل خايفين منها. يعني في النهاية الخلاصة إن الفرق مش في الأكل نفسه خالص، الفرق الحقيقي في القرارات اللي بناخدها بعد الأكل. العيد مش حجة للكسل والنوم، دي أعظم وجبة وقود ممكن تاخدوها قبل تمرينة قاسية تكسروا بيها الأوزان، أو بعد تمرينة عشان ترجعوا بيها النشاط والطاقة وتعملوا ريكفري صح.
وعشان كده بنختم بالسؤال الأهم: إزاي هتستغلوا العيد السنة دي؟ هل هتدخلوا في دايرة من الخمول والكسل، ولا هتخلوها فرصة لكسر الأرقام القياسية في الجيم؟ استمتعوا بالعيد براحتكم وكلوا من غير أي خوف، بس افهموا طبيعة جسمكم الأول. العيد عمره ما كان هو العدو، عاداتنا الغلط هي العدو الحقيقي. كان معاكم صحتك بالعوندي، روشيتا لياقة.